تفتكروا البيوت المسكونة دي بس بتبقى في الأفلام؟ قهوتك الجميلة وتعالى كمل الفيديو. بيت أميتيفل واحد من أشهر بيوت الرعب في العالم، واللي اتعمل عنه أفلام وروايات كتير بسبب الحاجات اللي حصلت فيه. القصة بدأت سنة 1974 لما رونالدو ديفيو قتل أبوه وأمه وإخواته الأربعة في البيت ده، وقال إن هو كان بيسمع أصوات بتؤمره بالقتل. بعديها بسنة تقريبا في عيلة اسمها لودز اشترت البيت ده بسعر رخيص جدا، ومن هنا بدأت الكارثة. العيلة دي قالت إن هم كانوا بيشوفوا حاجات غريبة جدا، وريحة مش كويسة كانت بتطلع من ولا حاجة، غير كمان الأصوات اللي بتصحيهم في نص الليل. حتى بنتهم الصغيرة كانت بتقول إنها بتلعب مع صديقة خيالية اسمها جودي، وكانت في شكل خنزير كبير. الوضع بقى مرعب أكتر لما الأب كان بيصحى كل يوم من النوم يلاقي نفسه متجمد، ولاحظوا إن الحيطان بتنقط دم. العيلة ما قدرتش تكمل في البيت وخرجوا منه بعد 28 يوم من العذاب. البيت ما بقاش حد يسكنه وتحول لأسطورة واتكتب عنه 10 كتب. السؤال هنا، هل البيت ده فعلا مسكون ولا دي كانت خدعة؟ طب لو هو لسه موجود لحد النهاردة، انت عندك الجراءة انك تدخل فيه؟ مستني اجابتكم تحت في الكومنتات. بس كده، واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.